يا بسيسي انا مش عايز سيادتك تزود المرتبات ولا المعاشات، لان زي ما انا قلت لك في الفيديوهات كلها احنا هننزل الاسعار دي التلات ارباع. اللحمه ام 450 و400 ده هنخليها ب 100. الفراخ ام 100 ديت ولا 120 هنخليها ب 20 و30. السمك ابو 100 جنيه و120 جنيه هنخليه ب 20 وب 15 وب 30. يا بسيسي انا مش طالب من سيادتك غير ربع ساعه هنحل مشاكل بلدنا كلها، وحلول لتشغيل البطاله باذن الله. بلدنا ولادنا كلها تشتغل من غير الميزانيه بتاعت الدوله ما يبقى عليها عبء جنيه واحد في الشهر، بس بعد ما نسد الدين بتاعنا. والسد الدين بتاعنا متوقف على مقابله سيادتك ربع ساعه، وان ما عملتش كده انا لسيادتك وسدينا الدين يبقى قول ده عيل كداب وبحبسني. انا مش طالب من سيادتك اي حاجه ولا ليه اي طلبات عند سيادتك. انا بناشد كل الشعب المصري، شباب ولادنا واخواتنا وابهاتنا، يا ناس ان شاء رب العباد العبد الفقير الى الله اللي هو اني والعياذ بالله من كلمه اني، عندي التسديد للديون بتاعت البلد، وجد الدين 4 5 مرات هيبقى معانا ملك، وانا اتحاسب على الكلام ده. انا مستعد يا بسيسي محاسبه تحاسبني على الكلام ده. ان كنت انا كذاب حاسبني، مش عايز منك اكتر من ربع ساعه. الناس كلها هنا بيقولوا هيحبسوك، ده هيموتوك. يا بسيسي انا لو قادر اتكلم مع اي حد ما رحت امن الدوله، لو انا قادر الكنز دي تحت ايد ناس ما يقدرش عليهم غير ربنا، وانت بعد ربنا ما يقدرش عليهم حد الا سيادتك انت بعد ربنا. سيادتك انا لو اقدر ان انا اقول الكلام ده لرئيس الوزراء نفسه كنت قلت، انما الناس ديت اكبر من رئيس الوزراء، مش هفسر اكتر من كده. كفايه ان انا اللي انا بقوله ده، وانا خايف مرعوب دلوقتي لانقتل، بس انا مش خايف على نفسي، انا خايف على عيالي. يا بسيس انا مش عايز من سيادتك غير ربع ساعه. ان كان الناس الوزراء ونواب الوزراء ومستشارين الوزراء ومديرين مكاتب الوزراء بما فيهم رئيس الوزراء شافوا الفيديوهات ديت يوصلوها لسيادتك، ناس بتوع امن الدوله والامن العام والامن الوطني والتحريات والمخابرات يوروا الفيديو دي لسيادتك. يا بسيس انا مش طالب سأل، خليني مصر علشان هنرحم نفسنا. البلد دي